الطاسة التيفال أو الحلة الطبقة بتاعتها بدأت تتخدش، فبنلجأ لحل اللي إحنا نوديها لورش أو شركات مجهولة تطلع لنا بالمادة دي تاني، وكأن الحاجة رجعت جديدة زي ما كانت. عشان نفهم الصح فين والغلط فين مهم نكون عارفين إن تصنيع التيفال بيتم تحت مواصفات دقيقة جدا. المادة اللي بتطلي بيها الحلل أو الطاسات التيفال بتكون مواد معمولة بدقة، مواد آمنة تخضع لاختبارات كبيرة عشان نعرف مدى التصاقها بالطبقة المعدنية اللي تحتها قد إيه، تأثرها بدرجة الحرارة بتتأثر ولا لأ، هل بينتج عنها أبخرة سامة أو أي مواد ضارة هتتفاعل مع الأكل أو لأ. كل الاختبارات دي ضرورية جدا وبتتم في المصانع اللي بتقوم بتصنيع النوع ده من الأواني. أما إن إحنا لما طاسة تتخدش أو حلة نوديها لشركة أو ورشة مجهولة ما نعرفش هي بتعمل فيها إيه، فغالبا المواد اللي بتطلي بيها بتكون مواد كيميائية ضارة مش مسموح أصلا إن هي تتعرض لأكل. مع درجة الحرارة العالية للطهي بتأثر جدا على الأكل وبتتفاعل معاه، وبتنتج عنها للأسف غازات ضارة جدا ممكن تكون مسرطنة. عشان كده مهم ناخد بالنا لما الطاسة أو الأواني التيفال بتتخدش، الحل هو إن احنا نتخلص منها ونشتري حاجة تانية جديدة. الاستثمار في صحتنا هو أهم استثمار، مفيش عندنا أغلى منه إن احنا ندفع فيه فلوس. خليكم دايما في السلام.